خلونا متفقين ان احنا جربنا كل انواع الكنافه، بس برضو بنرجع نشتاق تاني للكنافه اللي بالكريمه العاديه خالص اللي احنا بنحبها. يعني الصراحه مهما نلف ونجرب بنرجع لها تاني. عايزه اعرف بقى التريكات بتاعتكم فيها ايه، تكتبوها لي في الكومنتات، وعايزه اعرف بتتابعوني منين. وتعالوا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنعمل القطر بتاع الكنافه، عباره عن كوبايه السكر عليها كوبايه من الميه. تمام، هنقلبهم كويس جدا ونفتح عليهم النار، واول ما تبدا انها تغلي كده معانا هنحط عليها نص ليمونه. بعد كده هخليها تغلي ربع ساعه كده كمان مع بعض. هنا خلاص هي خلصت، هسيبها تبرد وهطفي عليها. تمام، بعد كده هبدا ان انا احضر الحشوه اللي هي الكريمه الكذابه اللي هي المهلبيه بمعنى اصح. جبت كوبايه ونص من اللبن، وحطيت عليهم معلقتين كبار من السكر، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا، دوبتهم كويس وبعد كده حطيتهم على النار. بعد ما خلصت وعملتها على النار كده وبقت مهلبيه، حطيت عليها هنا بقى ممكن نحط عليها ايه يا ولاد، ممكن نحط عليها جوز هند كده، وممكن نحط زبيب، ممكن نحط المكسرات، ممكن نحط اي حاجه على المهلبيه. بعد كده جبنا الكنافه وهنفرفتها كده، طريقه اسهل للكنافه عشان تتفرفت، بس انا الصراحه بحب فيها شعيرات كده، ما بحبهاش متفرفته قوي. بنحطها في الفريزر ونطلع نخليها علشان خاطر تفرفت. هنا بحطها في الصينيه كده، وببدا ان انا احط فيها سمنه واحطها على النار كده علشان السمنه تتغلغل كده جواها كلها. هو انا مش عارفه انا بقول كده كتير ليه، بس مش مشكله. هنا خلاص انا حطيت الكريمه. اهم حاجه بقى واحنا بنفرد الكريمه نخلي بالنا من الطروف وما نجيبش ناحيه الطروف، علشان خاطر ايه الشاطر بقى اللي هيكتب لي في الكومنتات ما بنجيبش ليه كريمه على الطروف. بعد كده هبدا ان انا احط الكنافه الطبقه التانية وهغطيها كلها، ومش هخلي كريمه باينه خالص فيها. اهم حاجه بقى اللي احنا ندككها كويس بعد ما نخلص خالص فرد الكنافه من فوق ومن تحت. وبعد كده هنحطها في الفرن، ما بتاخدش اي وقت خالص. فتحت عليها الشوايه اول ما بدات الحروف بتاعتها تلون، وبعد كده طلعتها قلبتها في صينيه تانية، وهحط القطر اللي احنا عملناه مع بعض. مش عايزه بقى اقول لكم ريحه الكنافه مع ريحه السمنه مع ريحه القطر مع ريحه يعني بصوا عامله كوكتيل جامد جدا، والطعم بجد حكايه حكايه، هيعجبكم جدا. عايزه اعرف بقى التركات بتاعتكم، اهم حاجه تكتبوها لي في الكومنتات للكنافه اللي بالكريمه دي. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.